السلام عليكم، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت اليانسون بطريقة سهلة جدا. هنعمله في الخلاط زيه زي الكيكة بالظبط. يعني مش هياخد مننا وقت ومجهود، ولا هنحتاج مضرب ولا عجان ولا أي حاجة. إن شاء الله الطريقة سهلة وهتعجبكم، وطعمه تحفة وهيعجب الأولاد جدا جدا. طبعا كلنا عارفين بسكوت اليانسون، وعارفين إن هو بيتباع بره غالي جدا. احنا هنعمله في البيت بطريقة سهلة، وكمان هيكون أحلى بكتير من بره. هنحتاج للوصفة 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وهنحتاج كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وعليهم كوباية من السكر الناعم. أنا مش هستخدم سكر بودرة، هستخدم سكر عادي. وهبتدي أضربهم في الخلاط كويس جدا. يعني هنشغل الخلاط شوية وبعدين نفصله، ونشغله وبعدين نفصله لغاية ما نحس إن القوام بتاعنا ابتدى يعني يعلى. وهبتدي أنزل بكوباية من الزيت سرسوب زي ما انتوا شايفين كده، ونبتدي نخلطهم مع بعض كويس. هحضر الدقيق اللي هستخدمه. هستخدم 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، كمان ذرة من الملح، ومعلقتين كبار من الكاستر. الكاستر بيدي طعم تحفة ولون حلو جدا للوصفة، لكن ممكن تستغنوا عنه. كمان هضيف معلقتين من اليانسون، معلقتين كبار. اليانسون اهم حاجة ان احنا ننضفه كويس وننخله كويس جدا، عشان لو فيه زي قش كده او اي حاجة ينزل من المنخل وما يضايقناش بعد كده. هبتدي احط الخليط في بولة واضيف الدقيق شوية بشوية. ومش عايزة اخلطه جامد، انا عايزة اخلطه بالراحة جدا. زي ما انتوا شايفين كده، من تحت لفوق من تحت لفوق لغاية ما احس ان المكونات كلها اختلطت ببعض. مش عايزين نقلب كتير، ولا نعمله بمضرب، ولا نقعد نعجن فيه. تمام. هجيب حوالي 3 معالق من الزيت، واضيفهم في الصينية. انا استخدمت صينية مقاس 35 عشان عايزة سمك البسكوت يكون رفيع شوية. لكن انتوا لو حابين البسكوت يكون عريض ممكن تستخدموا صينية اقل من كده في المقاس. بالنسبة لكمية الزيت اللي احنا حاطينها في الصينية دي بتساعدنا على فرد العجين كويس، لانها بتكون ملزقة. وكمان بتخلي البسكوت بعد ما بيستوي ما يلزقش في الصينية، ونعرف نطلعه كويس منها، لانه بيكون حساس جدا. ولازم ناخد بالنا جدا من التعامل معاه. اهم حاجة ان احنا نساوي العجينة عشان تكون كلها متساوية، ما تكونش فيها حتة عالية وحتة اقل شوية. احنا عايزين البسكوت كله يكون قد بعضه، متقطع بنفس الحجم، ويكون كله متساوي. شايفين متساوية ازاي؟ يعني ما فيهاش حتة اعلى من حتة. هنبتدي نمسح الاطراف بتاعة الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة، وتكون الشبكة في النص لغاية ما تستوي معانا. هي بتاخد تلت ساعة نص ساعة حسب الفرن بتاعك طبعا. وبعد كده نطلعها اول ما تاخد اللون الحلو ده، ونختبرها بالخلة هنلاقيها استوت. هي ما بتاخدش وقت. وعلى فكرة هي بتكون ناشفة شوية، ما بتكونش زي الكيكة طرية، هي بتكون ناشفة يعني كأنها محمصة شوية. بعدين هنبتدي نقلبها ونساوي الحروف زي ما انتوا شايفين كده. الحروف اللي احنا بنطلعها دي ما بتترميش، يعني هي بتتاكل، بتكون محمصة وطعمها حلو جدا. بتكون ناشفة شوية عن قلب البسكوت من جوه، لان الاطراف دايما بتكون واخدة تحميصة عن بقية البسكوت يعني اللي من جوه. فبيكون طعمها لذيذ جدا يعني. فبلاش ترموها. بنبتدي نقطعها كده 3 مستطيلات زي ما انتوا شايفين. بعدين هبتدي اقطع مستطيل مستطيل. هبتدي اقطعه يعني تقريبا سنتي، مش اكتر من كده. لكن لو انتوا حابينه اعرض من كده ممكن تقطعوه. بس انا عايزه اقول لكم، كل ما تقطعيه رفيع كل ما يبقى طعمه احلى. في التحميص كمان هيبقى سهل جدا، مش هياخد مننا وقت في التحميص. لكن لو قطعتيه عريض هياخد مننا لون من بره، ومن جوه هيكون طري شويه. اهم حاجه كمان ان ما تقطعش اقل من السمك ده، لانه لو اتقطع اقل من سنتي ممكن يفرول مننا يتكسر، مش هنعرف نطلع منه ولا بسكوته. هناخد الكميه اللي احنا قطعناها ونبتدي نحطها في صينيه، نرصها كده، نخلي فرق ما بين كل واحده وواحده سنتي كده عشان يتحمص معانا حلو. يعني زي ما انتوا شايفين كده، ادي صينيه ودي صينيه كمان، وهقطع باقي الكميه. بس نكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 140. خلي بالكم مش 180، 140 في التحميص عشان احنا عايزين نار متوسطة. اول ما ياخد لون من تحت نبتدي نقلبه الناحية التانية عشان ياخد معانا لون. شايفين لونه حلو ازاي؟ هنخليه الناحية التانية ياخد لون وبعدين نطلعه. طلعناه من الفرن، شايفين شكله حلو جدا. ريحته تحفة.
طعمه يجنن. انا عايزاكم تجربوه، الطريقه دي سهله. الكاستر مخلي لونه جميل جدا وريحته تحفه يعني. بصراحه انا بحب اضيف الكاستر لاي نوع من البسكوتات، بيخليها تحفه في الطعم وفي اللون. الطريقه ان شاء الله هتعجبكم جدا لو عملتوها. اتمنى تجربوها. بس اهم حاجه لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله.